ظل هذه المشاكل اللي يعيشها خارج ارضيه الملعب واللاعب صغير في السن يجب كما قلت احتوائه بشكل جيد. وتكلمنا على الوكيل لانه الان هو جورمينديز، هو شخص جيد، شخص عنده خبره ويعرف كيف يتعامل مع هؤلاء اللاعبين، دوره كبير في عمليه برصيد 22 نقطة يبعد 8. فيرمين لوبيز، ادي هجمة هنا يعاني في عضلات البطن امامنا الفترة الأخيرة والحوض، وادي فرصة أولى امامنا هنا وديونج، ولكن راية وتسلل. متعدد المواهب، محتاج التزام وانضباط، محتاج رقابة وحماية، لأنه فعلا هذا النجم الموهوب الحقيقة اللي لمع وظهر في عمر 15 عام عندما شارك في فران توريس 4 أهداف، ده فوزه الثالث وتعادل أندري سيلفا. وأعتقد هناك راية في هذه اللحظات وتسلل واللعب بيستمر، وحكم اللقاء ارفع يا راجل. رفع تكون يعني صعبة على المدافع ديفيد جروبر لاعب النمساوي، وأيضا كان برباعية نظيفة. وفيا رصيد حتى الآن وصل إلى تقابلنا هنا من جانب بالدي في فرصة كبيرة، الاستلام يفرق. لامين يامال، يا عيني على الاستلام والتسديدة والنهاية السعيدة أمامنا هنا من متعدد المواهب. كان ليها النجم اللي يحتاج إلى مزيد من الرقابة، ليس في الملاعب ولكن خارج الملاعب. ولكن عندما يظهر لامين يامال أمامنا، هو بيسجل لامين يامال هدفه الثالث في هذا الموسم على مستوى الدوري، وعنده هدف في دوري الأبطال أمامنا، هو صاحب المركز الثاني في البالون دور، واحسن لاعب صاعد ايضا في جائزه البالون دور في اخر موسمين هو حل ثاني. وفوز كان في المرمى تشيزني في الدفاع. ريال مدريد ب 30 نقطه. اتلتيكو ثالث الاهداف، عنده هدفين. فيرمين لوبيز في فورمه عاليه، فيرمين في هدف ثاني قادم، الثاني البلاو جرانا يشعلوها في ملعب المباراه. فيرمين لوبيز امامنا ينطلق في المساحه، وفران توريس امامنا بيسجل 5 الاهداف في هذا الموسم امامنا. هو عنده هدف كمان في البي اس جي، كان في دوري الابطال. 6 اهداف لهذا النجم فران توريس امامنا، يضع الهدف الثاني. لكن البارسا بينطلق انطلاقه صاروخيه، مستغل الاخطاء والهفوات الدفاعيه الكبيره من جانب فريق نادي إلتشي. استعادة الثقة، نتائج ليس كارثية، خسر من إشبيلية المباراة مرة ثانية. إيريك جارسيا لن تحدث هنا أحيانا، يعني تمريرة حلوة قوي لامين يا فران توريس. الأنباء السارة ثابتة، والركنية ملعوبة أمامنا ماركوس. تشجيع وتحية كبيرة من جانب الجماهير الحاضرة النهارده في ملعب لويس كومبانيس. ويبقى السؤال متى العودة للشمال؟ محاولة التمرير عرضية هنا من جانب اللاعب بيدروسا، ولكن تشيزني 35 سنة يلعب مباراته. مرة ثانية هنا استلام خطأ في الاستوديو، وبيدري على فكره برضو اصاب بالجماهير. مره ثانيه هنا انطلاقه، محاوله من اللي برضو بدا يستعيد يعني جانب من التدريبات. ايضا جوان جارسيا وتيرشتيجن. كان معار نصف موسم الى استون فيلا. مره الحقيقه صعوبه انه يلعب في المنتدى باللقب الامم، هو واليكس باينا فازوا بالامم وفازوا بلقب الاولمبياد، ذهبيه الاولمبياد في باريس. على فصل الى سن 37 عام. ادي الاستلام اللاعب اليساندرو اللي ضمن تشكيلته. كاسادو امامنا في مارتين نيتو البرتغالي اللي بدكه البطوله النهارده لفريق نادي إلتشي. مره ثانيه انطلاقه، ادي اللمسه، يا ولد على المهاره اللي عند رافا مير. رابع اهدافه في هذا الموسم. الثغره اللي بتكلم حضراتكم عليها الموجوده كوندي، وامامنا نشوف الفار والقرار، وكرة رافا مير اللي ركنها باقتدار امامنا هنا. هدف في الدقيقة 42 من ضغط مستمر من جانب البارسا، لكن مع عدم التزام وعدم انضباط على مستوى الاداء الدفاعي. السيناريو اتكرر. رافا مير باين من الاول حقيقة ان خطير رافا مير. شوف امامنا هنا فيرمين لوبيز، اللقطة اللي فاتت الاصرار موجود البدلاء مع قدوم جوان جارسيا سيلفا الدولي البرتغالي، يلم التيم في لعبة واحدة ويلعب كرة. رافا مير مش ممكن. رافا مير زي ما سجلها المرة دي بقى علاها رافا مير 4 أهداف
ويضيع فرصه كبيره. دفاع البايرن راشفورد ضيع وكان ليه هدف. تحول هنا من جانب إلشي لكن فترات، لكن خلاص اتحفظت. راشفورد متسرع لكن الانطلاقات بتاعته مجهوده جماهيري. يوم 7 رقم 45 اتحرك وراشفورد. هل يؤكد بقى المره دي؟ هل يؤكد؟ يا عيني الانجليزي امامنا. مدفع جايبه من قلعه وينسور الشهيره، يضع امامنا ماركوس راشفورد. صاروخ امامنا بقى. ظل الحظ يعاند راشفورد، ولكن كالمعتاد وكما هو يعني نراه في هذه اللقطه. سادس اهدافه بالوان البارسا وثاني اهدافه في الليغا بعد ما سجل في اشبيليا وسجل في نيوكاسل ثنائيه وفي اولمبياكوس ثنائيه اعلى العارضه في الدقيقه 5. راشفورد لكن المرات تحرك امامنا هنا وفيرمين لوبيز. مباراه مفتوحه. هنشوف بقى هل يكون الحظوظ عنده لقاءين ده. رافامير من صناعه الفارو نونيز. استلم من راشفورد مره ثانيه في غياب ليفا اللي بدكت المباراه، لكن راشفورد